قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ما انا كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابن اللذينه، بقى انت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ انا اول مره اخرج فيها يعني في حياتي. معقوله شاب جذاب زيك انت؟ كذاب؟ كذاب ازاي بقى؟ اهو جذاب. بقول لك انا مش كذاب. مش كذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقاطعين اللي زيك. ايوه فندق. فندق. انا فندق. فندق ودمك زي العسل كمان. معقوله بقى ما تكونش مقطع السمكه وديلها؟ سمكة ايه؟ ده انا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده، ولا حتى ايام ما كنت في الجامعه؟ جامعة؟ جامعة ايه؟ دي اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لان انا ما كنتش في الجامعة من الاساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة امي. لا انا بتكلم بجد. ما معكش شهاده جامعيه؟ لا. احسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ انا الحمد لله بكسب احسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله. من حسن حظك بقى ان عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسالوا في شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمة لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معاها السكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مين دي؟ انا ما بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص ما دام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الله بسرعة كده؟ ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك، وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رأيك احنا في عصر مترو الانفاك. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي. باباكي؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه. طب ايه رأيك مثلا يعني في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. يا لئيمة. طلع مشاع، والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كازينو. يعني البيت طلع ظابط مباحث. والله يا بيه مفيش شحات في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. صباح الخير، قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر، صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا ستي ما تدقيش. علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتة. تعجبني عريس. الله، عريس؟ ما مادام لابس اللي على الحبل ومتشيك يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتوه وما بخرت الشقة بعد الصلاة. بس اوعى تقولي ان انا قلت لك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة من هاي. تعجبني. اتفضل. يا ساتر يا ساتر، دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقولي يا نانا. اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله، دي نعمات ارحم 50 مرة. يا بنت يا شقيه. طب خش اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. دمها خفيف. اهلا وسهلا. انا بنتي عايده كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل استريح. ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟
كرسي معزه. يا نانا، انت قلت تشرب ايه؟ كل فليكس. حاجة ساعة، أي حاجة. حاجه ساقعه يا نانا. انا يا ابني احب اخد عنك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف إيه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش ب10 أمثاله، يعني اللي يدفع قرش يتأيد له ب10. عظيم. ده بعد كام سنه؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ لا مؤاخذه، انا مش فاهم حاجه. استثمار يا عم، يعني إيش بره وإيش جوه وشغل آخر حلاوة. يعني شغله كويسه وبتكسب. بتكسب؟ أهي بترزق آخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش يا عم. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مدير رب مال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساقعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتش. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تلخبطيش، نبان مدلوقين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تزغرطيش. الظاهر يا ابني ان انا هحبك، لانك هتشرفني وهترفع راسي، لاني من زمان نفسي يبقى لي ولد افتخر بيه قدام الناس. مالك يا لاجة؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوت والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. ولا احنا حلالين. طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت، والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حراميه يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ اجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع ذره، بتلم سبارس، تتمناك. سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بيا. محترم ده ايه؟ وقعد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك. معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق.